قلبي كتير مبسوط كل الوقت وانا معاك. انا ودي اشوفك كل يوم بكل ساعة. انت وردتي انا. السلام عليكم، يا رب لو تحطوا اللايك للفيديو ده. راح انا وهي صحبة عند الرسول اولى امين. سمي بالله وصلى على النبي. تعالى نبدا مع بعض. خليكي نعمل مع بعض احلى طبق بالليله. خليكي الوقت تقومي تعمليه فورا. حاجه معايا هنا 2 كيلو من اللبن، ومعايا هنا غله البليله غسلها ونقعها مغسوله ومنقوعه ومسلوقه شطفها كويس جدا. نبدا بقى نحط المكونات مع بعض. اول حاجه ننزل بكسين من الفانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني حاجه ننزل بالسكر بتاعك حسب الرغبه. وبعدين هننزل على جنب معلقتين من كريم شانتيه بتاعت قوام حلو قوي للبلاد. نحط كده معلقتين من كريم شانتيه. حطيت كده معلقتين كبار. وهنزل عليها بقى قبل ما احط البليله، هنزل عليها بمعلقتين من قشطه اللبن. بتعطي طعم حلو قوي برده للبليله، بتخلي القوام حلو كده. نقلب المكونات دي كلها مع بعض كده. وممكن تحطي لها معلقه سمنه، بس كفايه انا هستكفي بالقشطه عشان ما تبقاش سمينه قوي. اقلب المكونات دي كلها على البارد، وبعدين اسمي الله كده وانزل بالبليله. غله البليله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنزل بالغله بتاعتي حسب اللبن بتاعي. شوفي هي هحتاج ايه. هسيب المكونات دي كلها تقلب مع بعض كده، وبعدين اوريكم القوام. شايفين بقى حلوين ما شاء الله. البليله بتاعتي بتقلب اهي. وفي اخر حاجه بقى انزل عليها ايه معلقتين من النشا. انزل بالنشا كده واديها تقليب. شايفين بقى حلوين ما شاء الله. وصلت القوام ده. هبدا بقى ايه افرغها في اطباق. بسم الله الرحمن الرحيم. وده كان شكل البليله جاهزه معايا ما شاء الله. عندك بقى اي نوع مكسرات ممكن تزينيه بيها. يعني زي ما انتم شايفين كده ايه ما شاء الله. في التعليقات ممكن تاكلوها من ايد مين. بسيبكم في رعايه الله. رايحين فين؟